صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده طبق بتنجان بابا غنوج. زي ما انتم شايفين شكله بجد تحفه، وطعمه كمان وريحته خطيره جدا، من غير فرن، من غير بقى شوي. هنعمله على البوتاجاز من فوق بطريقه سهله جدا جدا. يلا بينا ندخل ونشوف هنستخدم ايه. انا هنا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا حمرت البتنجانيه بتاعتي. يعني عندي بتنجانيه رومي متوسطه او كبيره زي ما انت عايزه، ممكن تعملي اكتر من واحده. دي واحده متوسطه، حطيتها على البوتاجاز وعملت خروم كده. فتحت بالسكينه في البتنجان من فوق ومن تحت من كل الجوانب، وحطيتها في شويه زيت طاسه على النار متوسطه، وغطيت عليها لغايه لما خدت لون جميل من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده، واتاكدت تماما ان هي استوت. هبدأ بقى اخدها واقشر القشره الخارجيه دي. طبعا ممكن حد يقول لي طب واحنا ليه ما نقشرش البتنجانه نفسها ونحمرها من غير قشر؟ هقول له لا، مش هتدي نتيجه حلوه زي ما انت بتقشرها. القشره دي بتبقى عازل وحامي ليها. تمام. فهنقشر القشره بمنتهى السهوله كده، مفيش اي مشكله خالص. وعندنا بقى شويه توابل زي ما انتم شايفين معانا هنستخدمهم في الوصفه دي. هقشر البتنجانه كلها واتاكد ان ما فيهاش ولا قطعه من القشر، وبعد كده هبدأ ان انا اهرس البتنجانة عندي. قلبتها كده وخدت القشر اللي على الناحية التانية. خلاص انا كده قشرت البتنجانة كلها. هجيب بقى عندي طاسة علشان انا هحط المكونات دي تاخد بس كده تشويحة على النار. هنزل فيها البتنجانية واهرسها كويس. تقدري تستخدمي شوكة او هرسي بطاطس زي ما انا استخدمت كده. ههرسها كده حلو واتأكد ان كلها اتهرست. طبعا البتنجان زي ما قلت لازم نتأكد ان هو استوى معايا كويس جدا. فخلاص انا كده هرست البتنجان. هحط عليه بقى التوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة من الشطة، نص معلقة من الملح، او الملح على حسب الرغبة اللي انتي بتفضليها. كمان عندي توم، فصوص توم مهروسة، عليها فلفل اخضر انا مقطعاه ودقاه مع التوم. وعندي كمان معلقة صغيرة من الخل، عندي كمان عصرة ليمونة. وهقلب الكلام دوت. وفي مكون تاني هنحطه بس بعد ما نقلب الكلام ده كله. زي ما انتوا شايفين انا كده عصرت الليمون بتاعي، وحطيت الخل والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وشطة. هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض كام تقليبة حلوة كده على البارد قبل ما احطه على النار. تمام. وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة، ما خدتش مننا اي وقت، وكمان تكليها مع اكلات كتير جدا جدا حلوة قوي. دلوقتي هنزل بقى بمعلقة من الزيت على الخليط بتاعي علشان تديله كمان لمعة. زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقة من الزيت، وهبدأ اخد الخليط دوت على النار عندي. هديله زي ما قلت لكم تقليبة كده على النار، وبعد كده هقدمه عادي. اديني اهوت فتحت النار عليه، نار مش عالية طبعا. هقلبه تقليبتين كده يعني لمدة دقيقة زي ما انتم شايفين بمنتهى السهولة. خلاص كده هو خد معايا تقليبة حلوة قوي. هطفي بقى عليه وهغرفه في الطبق اللي انا هستخدمه. تقدري لما يبرد تماما لو عملتي كمية تحطيها في علبة محكمة الغلق وتسيبيها في التلاجة، وكل ما تعوزي تطلعي منه يقعد معاكي لمدة اسبوع، مفيش اي مشكلة خالص. هغرفه بقى عندي هنا في الطبق. شايفين شكله بجد حلو جدا وريحته حلوة قوي قوي، وطريقته سهلة جدا جدا. جربيه ان شاء الله هيعجبك. بابا غنوج بطريقة سهلة جدا جدا. حطينا بقى كده حتة الفلفل اللي ايه دي كده على الوش تدي جرنش. تقدري ممكن تحطي رشة بقدونس. بس كده مفيش اي حاجة تانية غير كده. بجد طبق حلو جدا وسهل وبسيط وفاتح للشهية، بيتاكل مع اكلات شعبية كتير قوي. اتمنى يا رب وصفتي النهارده الحلوه دي تكون عجبتكم. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفه وحسيتي ان انت استفدتي مني النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. استنوني في حلقات تانية كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.